السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سئلت غير مرة عن سبب رفضي لمشاهدة كرة القدم، حتى وإن كان المنتخب المغربي هو من يشارك في تلك المباراة. بطبيعة الحال وأجبت الجواب نفسه الذي أردده دوما، والذي سأعاود ذكره أو التذكير به حاليا. أولا دعونا نتفق على أن هذا السؤال أحيانا تكون الخلفية وراءه، أو يعني الأسباب والظروف التي يطرح فيها دائما في مناسبة كروية، ما يسمى بكأس إفريقيا أو الكلاسيكو أو كأس العالم كما هو الأمر حاليا إلى آخره. فأسأل عن موقفي من المنتخب. أحيانا يترجم رفضي في مشاهدة كرة القدم على أنني أكن موقفا، لدي موقف ما من المنتخب بصفته منتخبا، يعني بصفته متكون من لاعبين مغاربة، وكأنني أكن موقفا تجاه اللاعبين شخصيا في أشخاصهم أو في شخصهم، وهذا لا يصح بتاتا. فأرد عليه بأنني ليس لدي أي موقف تجاههم، الله يعاونهم الله يسهل عليهم. كذلك لازلت أذكر حين نعدت بأنني لست وطنيا، لأنني لا أتابع مباراة المنتخب المغربي، وكأن الوطنية محصورة في أن تتابع مباريات كرة القدم الخاصة بالمنتخب المغربي، وإلا فإنك لست وطنيا. عجيب هذا التصنيف، والله العظيم عجيب. ثم قيل لي: هل تحرج على من يتابع مباريات كرة القدم بما أنك لا تشاهدها؟ فأجبت أنا باختصار شديد: أنا لا أحب كرة القدم ولا أهواها ولا شيء أستفيده منها، لهذا لا أتابعها، وأكون أحيانا في المقهى إذا بدأت المباراة أغادر فقط لذلك الضجيج الذي تصدره في المقهى. أنتم تعلمون الضجيج الذي يضج مسامعنا في المقاهي أثناء المباريات، لهذا أغادرها. ثم أنا لا أحرج على أحد، خاصة الذين يشاهدونها من أجل الترفيه أو من أجل الاستمتاع وليس يتعصبون. أما إذا وصل بهم الحال إلى حد التعصب، إلى أن مثلا يكفر جهة أو مثلا يشتم جهة معينة، مثلا الجزائر أو بين قوسين، وأنتم تعلمون قد بلغ حال البعض إلى هذا الحد للأسف الشديد. أو مثلا التشمت، يعني أن يتشمتوا بهم لأنهم فقط خسروا المباراة أو تم إقصاؤهم من كأس العالم. إذا انتبهوا معي، هذه المسألة هي التي أحرج عليها. أيضا أولئك الذين يكسرون ويحطمون أي شيء تجاههم فقط لأن منتخبهم المفضل، سواء المنتخب المغربي أو غيره، لم يفوز في المباراة. أو أيضا أولئك الذين بلغ بهم الإدمان إلى الميسر، إلى القمار عبر بعض المنصات المعروفة، يعني منصات الإلكترونية مختصة بالقمار. هؤلاء أيضا بلغوا حدا عظيما من القرف وليس الترف. منهم من يرى أن ذلك ترفا، أن يعني يبذل المال من أجل الفوز، من أجل أن يراهنوا على فريق معين بأنه سيفوز، وأنا أرى ذلك قرفا. ذلك تجاوز حد الإدمان، تجاوزه إلى حدود وإلى يعني أمور ليست معقولة. هذا كل ما في الأمر. أما مسألة أنا لا أحرج على أحد إلا إذا بلغ إلى هذه الحدود التي ذكرتها أو تجاوزها، أما فكل شخص حر. فقط أرد على الذين يحرجون علي أنني لا أتابع كرة القدم، فبما أنكم أحرار في مشاهدتها، فأنا ومن يمثلني ومن يماثلني أحرار أيضا في أن لا نتابع أو أن لا نرغب في مشاهدة كرة القدم. كل ما في الأمر. السلام عليكم.